ايه بقى اشكال الاسئله اللي احنا عايزين نبقى كده المشاهد هيكتبها النهارده ورقه وقلم اوكي. بحيث تساعده في اكتر مواقف في حياته، ويبقى ده جزء من حياته ويبقى اوتوماتيك بيعمله. هو احنا في 4 اسئله بنقولها ورا بعض كده، منهم اللي هو ما هذا، زي ما قلنا في الاول، ايه ده او ايه الحال اللي انا فيه ده، ممكن اعمل بيه ايه، ايه مش ليه، إيه؟ واعمل بيه ايه، اعمل بيه اوكي. ايه، هل ممكن اغير الوضع اللي انا فيه حتى الاصعب الامور. انا بقول لك يعني في حاجات كتيره جدا وبتبقى صعبه، يعني قاسيه جدا، حتى لو فقد او يعني وانا عارفه ان انت مريتي بتجربه فقد بدون دخول في اي تفاصيل ليها، وفقد مش بسيطه واكتر من مره. فده حاجه انا بحس دايما معاكي يا مي ان الله اكبر طبعا، نحسبك كذلك ونزكي الله احد. قلبك بالرغم من كل ما مريتي بيه من ضغط ومن فقد، الا انك في الاخر بتحبي كل اللي حواليكي، حابه الحياه، حابه توصلي، حابه تعلمي. فيعني بحس معاكي براحه، عارفه بتحسي مع انسان براحه. فربنا يحميكي يا رب يعني، وتفضلي كده نور ومناره وعلم للناس كلها، ان مهما بنمر بازمات لا نقدر نقف على رجلينا ونتطور ونغير وكمان نساعد. ده حقيقي، لان هو انا فقدت ولادي، يعني انا فقدت 3 اطفال ورا بعض على فترات، لكن سبحان الله لما ببص لها بقى، اكيد طبعا اي حد يعني دي اقصى حاجه ان حد يفقد ابن يعني طبعا. لكن اللي بيحصل ان سبحان الله بعد كل ازمه اللي بيحصل ان ربنا بيفتح باب لما بترضي خلاص، انت خلاص رضيتي. وفي سؤال حلو برضو للناس اللي هو ما الخير في ذلك الذي لم ادركه بعد، ايه الخير في ده اللي انا لسه يا رب ما ادركتوش. ما هو اكيد في حكمه، انا راضيه وعايزه اعرف الخير، ما الخير في ذلك الذي لم ادركه بعد. ده لما نطلع انا عايزه اكتبه انا بقى. حاضر. ضروري ده. لان ربنا ما بيعملش حاجه عشان يضايقنا، هو يعني هو بيختبرك بيعليكي، فايه الخير. فانا كنت بصراحه كان في الاول فتره انا ما كنتش اتعلمت لسه حاجه، فكان ده اللي قدامي على طول، وكان ربنا بيديكي باب، بيديكي فرصه جديده اللي احنا بنقول عليها دلوقتي احتمال جديد في الحياه. انت ممكن تتاخدي من مكان لمكان بعد ابتلاء، لانك صبرتي ورضيتي وعارفه ان في خير انت مش عارفاه. انا مش عايزه، لان في ناس ايه الخير دلوقتي، لا هو مش دلوقتي، هيبان الحكمه بعد فتره. حلو قوي انك قلتي دلوقتي بنفتح باب الاحتمالات. بالظبط. يعني اكن في احتمالات محجوبه عننا بسبب الغضب اللي بنبقى لسه فيه طبعا. لكن اول ما نوصل مرحله من الهدوء والسكون وبالتدريب المستمر ان احنا يكون ده الاصل بتاعنا فيسعفنا وقت الازمه، ساعتها هنبقى مدركين لده، فالاحتمالات بتتفتح. تمام جدا جدا. عايزين كده ناكد تاني على ال4 اسئله اللي احنا قلناهم، لان فاضل سؤال ما اتقالش. ما هذا، ايه اللي انا فيه دلوقتي، ايه اللي ممكن اعمله بيه، خلاص انا في حال، ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي، هل ممكن اغير الوضع اللي انا فيه، ممكن يتغير. اوكي. هتلاقي الاجابه على طول مفيش حاجه ما بتتغيرش طبعا، مفيش حاجه ثابته، لان الكون في حركه، احنا في دايناميك، الكون مش ثابت على حال، احنا على طول متغير، حتى الحزن بيروح والفرح يعني في دايناميك طول الوقت. فهل ممكن اغيره؟ طيب كيف يمكن تغييره، ازاي بقى؟ وانتي بتسالي ما تحطيش اجابه، لان في ناس بتبقى فاكره الاجابه ان يجيلي فلوس، الاجابه ان يتجوز، فدي برمجه جديده، ده كده ببرمج نفسي. أيوة على اجابه. انا حطيت حاجه واحده فمش هشوف الاحتمالات التانية. لكن لو انا بسال وفاتحه الاحتمالات، هتلاقي ربنا بيبعت لك رسائل من اتجاهات ممكن تكون عمرك ما تخيلتيها، عمرك ما فكرتي فيها. هل ممكن تغييره وكيف يمكن تغييره؟ استني الاجابه هتجيلك بطريقه انت مش متوقعها. حته السؤال بدون انتظار اجابه محدده دي مهمه قوي، لان انا زي ما احنا بنقول في الدين ما تشرطيش على ربنا يعني. ايوه كنت دي قلتها فعلا في حلقه ان انت بتدعي بس انا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا. طب يعني يا عم، طب سيب ربنا يشوف الخير ليك فين ويعمله كده. سيبيه لاحتمالات كتيره قوي وممكن تجيلك من حته عمرك ما تخيلتيها.